بغيتي ديري حمام مغربي ديزو الكلام، غادي نعطيك 4 الوصفات اللي طبيعيه ولا في الاحلام غيخليوكي خارجه كالضوي. كنتي عروسه اولا كنتي بنيته ديال راسك اولا نفيسه في هذا الفيديو ليك، فخليكي معايا ويلا هي نبداو. وغادي نبداو باول وصفه اللي هي وصفه ديال الشعر، اللي غادي نحتاجو فيها البنات بعض المكونات. نحتاجو فيها البنات ورق الريحان والكركدي والسانوجه ولا الحبه السوداء، البصله، الثومه، الورد، ورق الغار اولا ورق سيدنا موسى. نحتاجو فيها البنات هذاك القرنفل واليازير. هاد المكونات البنات كلها كنديروهم في واحد الكاسرول اللي كنستعملوها للوصفات، ممكن ديروهم في شي كاسروله. من بعد البنات كنضيفوا عليهم 2 كيسان ديال الماء. البنات هاد الوصفه للشعر غزاله بزاف 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 عن تجربه، نعطيكم شي حاجه اللي انا مجرباها والمفعول ديالها راه غزال. المهم البنات راه واعره هاد الوصفه هادي. المهم كنضيف عليها 2 كيسان ديال الماء وكنديرها فوق البوطه حتى كتغلى ليا مزيان مزيان. المهم البنات هانتوما تنديرها فوق البوطه حتى كتغلى مزيان وكتولي كتطلق المكونات مع بعضياتها، ولكن كتشوفوا باللي راه ولا اللون تغير بحال ما هكا. صافي البنات كنستيوها، كناخذوا غير الماء ديالها وكنضيفوا عليه 4 ديال المعالق كبار. انا ضفت هنا 4 المعالق كبار ديال الحنه و2 معالق كبار ديال السدر. البنات بالنسبه للكميه ديال الحنه والسدر فراه كتضيفيهم على حساب، يعني شعرك واش طويل واش قصير واش قوي ولا لا. المهم البنات كنخلط المكونات مع بعضياتهم حتى كتجانس ليا ديك الحنه وداك السدر مع مع داك الماء ديال دوك المكونات. البنات هاد الوصفه واعره. البنات اللي كيتساقط لهم الشعر، اللي شعرهم ما بغاش يطول، فهاد الوصفه راه واعره وتقدري ديريها حتى البنيتات الصغار. المهم البنات كنضيف عليهم اي زويته عندك، اي زيت عندك. انا هنا ضفت زيت ديال زيت الكوك، وغادي نضيف عليها البنات حتى الزيت ديال زيت اللوز الحلو، معلقه زيت الكوك ومعلقه زيت اللوز الحلو. وغادي نضيف واحد الياغورت طبيعي، واحد دانون مسوس، هو غادي نضيف واحد البواطه ديال دانون مسوس. وكتضيفي الزيوت اللي عندك. وهنا البنات غادي نضيف واحد الزويته اللي كنصايبها كنديرها لشعري، الزيت ديال الزنجلان مع زريعه الكتان اللي واعره حتى هي للشعر. المهم انا البنات غادي ندير واحد 2 معالق كبار ديال الزيت. البنات هاد الوصفه هادي راه غزاله غزاله بزاف للشعر، ما نكذبش عليكم واعره. المهم البنات كنخلط المكونات مزيان مع بعضياتها حتى كتجانس. والسر البنات باش تنجح لكم هاد الوصفه هذه هي اننا كنطيبوها، كنردوها البنات كطيب حتى تطيب لينا فوق البوطه واحد 10 ديال الدقائق. نقصي عليها واحد 10 ديال الدقائق ونخليها طيب حتى كتولي طلق لكم اللون. جربوا في صبعكم طلق لكم اللون. وهذه هي الوصفه ديالنا من بعد ما وجدت لينا، راه واعره. طريقه الاستعمال كديريها ساعتين على شعرك كامل من الجذور حتى الاطراف وصافي البنات كتغسلي تخليها ساعتين وتغسلي. وندوزو دابا الوصفه الثانيه اللي هي واحد التبريمه اللي كتحيد منك البنات، كتحيد منكم الوسخ الجديد والقديم. فيك شي وسخ قديم كتحيدو منك، غزاله كتخلي اللحيمه ديالك كتضوي ما شاء الله. البنات شنو كنحتاجو فيها؟ معلقه كبيره ديال المهم واحد الكميه ديال الصابون البلدي، الصابون البلدي المغربي الاصيل. وكنضيفوا عليها البنات الماء يكون طايب مزيان. ومن بعد البنات سمحوا لي هنايا، المهم البنات من بعد كنضيف عليه واحد 2 معالق كبار تقريبا ديال الحنه. وكنضيف عليها البنات معلقه صغيره ديال الكركدي اولا ديال الكركدي عرق يعني مطحون على يدينا. وكنضيف عليها البنات هذا العكر الفاسي المزيان الاصلي. وكنضيف عليه كذلك حتى الحامض. عرفتوا يا البنات هاد الوصفه؟ البنات اللي عندهم تصبغات في لوكور ديالهم، اللي عندهم جلد الاوزه، اللي معقداهم شي حاجه في صحتهم، فغير داوموا لي اختي على هاد الحنينه هادي وعلى هاد التبريمه هادي. عرفتوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شحال زوينه. واخا وصفت انايا ما غاديش نوفي حقها. المهم البنات هنا كنخلطوا المكونات مزيان مع بعضياتها حتى كتندمج لينا. وصافي من بعد ما كتدخلي للحمام سواء في دارك او لا مشيتي للحمام، فكديريها على الصحه ديالك وكتجلسي بها واحد 10 ديال الدقائق.
ومن بعد كتغسلي غير بالميها اللي تكون دافيه وكتحكي ليها حكه وحده البنات، ما غاديش تعاودوها، كطير منك كاع داك الوسخ كطيروا منك. يعني راه ماشي غادي تضغطي على اللحم ديالك ولا لا يا البنات راه غزاله. ودابا البنات ندوزو الوصفه، هاد الوصفه خياليه من بعد الحكان. من مورا ما تحكي اشنو غادي تاخدي؟ غادي تاخدي ليا البنات الغاسول. الغاسول تمشي عند العشاب غير واحد 2 دراهم ولا واحد 3 دراهم ديال الغاسول، وغادي نضيف عليه الماء اللي يكون سخون ما طايب، وكذلك الكركدي غادي ناخذها حتى هي وغادي نضيف عليها الماء اللي يكون سخون. البنات هاد الوصفات هادو وجدوهم، عادك سيروا للحمام ولا عادك دخلوا للدوش ديالكم فراه واعرين. والبنات اللي كتعرف شي عروسه او اللي كتعرف شي صاحبتها عروسه ولا شي بنت العائله عروسه تشارك معاها هاد الوصفات هادو باش يخليوها منوره. وراه حتى الا كنتي غير بنيه ديال راسك تقدري تهلاي اختي في راسك ماشي ضروري. وهنا البنات ديك الكركديه كنزيد عليها حتى الخزامه، كتعطي واحد الرويحه، واحد الرويحه في الجسم ديالك ما شاء الله. هنا البنات من بعد ما طلق لينا هذاك الغاسول صافي البنات شنو كنديروا؟ راه داك الغاسول كيتشرب داك الماء، كنستقطر ولا كنستي الماء ديال الكركدي مع الخزامه وكنضيفوا على الغاسول كيف ما كتشوفوا بحال هكا. كنضيفوا على داك الغاسول وصافي وكنخليهم حتى كنخلطهم وكنخليهم وصافي البنات. كندير هاد الوصفه هادي كنطبقها على الجسم ديالي من بعد ما حكيت، وكنخليها في الصحه ديالي، خليها واحد 5 دقائق واحد 10 دقائق مهم على حسب الوقت اللي انت عندك. وشوفي لي البنات راه ما شاء الله عرفتوا راه غادي ديروا واحد السبا، غادي ديروا غير في ديوركم راه واعرين وديروه من راسكم بمكونات ووصفات اللي مغربيه طبيعيه وتخرجك كتشقشقي ما شاء الله بالله. ايوا صافي البنات دابا ندوزو الوصفه الاخيره وهي واحد المقشر او واحد المرطب، مقشر ومرطب اللوكور ديالنا غزال بزاف 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 بزاف. البنات شنو غادي نحتاجو فيه؟ غادي نحتاجو فيها البنات غديري فيه واحد 4 ديال المعالق ديال السكر الخاشن اولا سكر سنيده، وغادي تضيفي ليها البنات غادي تضيفوا ليه الزيوت اللي متوفره عندكم. انا البنات غادي نضيف ليه زيت ديال الجليسيرين وغادي نضيف ليه الزيت ديال اللوز الحلو. البنات عندكم زيت جونسون ديروها، عندكم زيت الكوك ديروها، عندكم الزيت البلديه ديروها، اي زويته عندكم ديروها. المهم انا هنا البنات درت 2 معالق كبار، 2 معالق ديال زيت جونسون جوج معالق ديال زيت اللوز الحلو وجوج معالق ديال زيت الجليسيرين، وغادي نضيفوا عليه اي حليب عندكم مرطب ضيفوه. المهم انا البنات غادي نضيف هنايا حليب مرطب. والسر ديال هذا المقشر هو هذا، غادي نضيف عليه حتى انا معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان اولا نسكافيه، وغادي نضيف عليها البنات اي مسك عندكم اولا اي مسك طهاره اولا اي نكهه عندكم. انا هنا البنات غادي ندير هذا ديال التوت زوينه البنات، كيخلي لك واحد الرويحه في الجسم ديالك غزال بزاف بزاف. المهم البنات هذا المقشر هذا كديروا تخليوه هو اخر حاجه في الحمام ديالكم، اخر حاجه من بعد ما تحكي، من بعد ما تغسلي شعرك وتسالي كتطبقي ليا هذا المقشر على صحتك وكتقومي ليا اختي لو كور ديالك واحد 5 دقائق كيتشللي غير بالماء. ما تحتاجي ديري لا صابون، ما تحتاجي ديري لا جيل دوش لا حتى شي حاجه، وما تحتاجيش حتى انك ترطبي. وهكا كنكونوا صيبنا احسن 4 ديال الوصفات اللي غيخليوكي عروسه واللي غيخرجوكي بالله راه كتشقشقي ما شاء الله. ومن بعد ما تسالي الحمام ديالك كامل وديري وصفه ديال الترطيب الاخيره وتفكروني من بعد ما ديروا هاد الوصفات لانكم فعلا غادي تكونوا درتوا واحد الحمام مغربي حقيقي ولا في الخيال. ديروا هادشي كامل وبصحتكم وراحتكم، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. وما تنساونيش من لايك وبارطاج واشتراك في القناه.